السلام عليكم شباب، شلونكم؟ وش اخباركم؟ وشلون الصحة؟ شكو ماكو؟ ان شاء الله الكل بخير. وياكم زيد الكربلاء. طبعا شباب، اليوم حلقة جديدة عن تحديث ماي كلاش اوف كلانس. وصحيح انا صار لي فترة طويلة قاطع، ويعني احكيها لكم بصراحة، ما لي خلق للقناة ولا لي خلق لنفسي. عن فد يعني جاني فد نحول ومريض وكل يعني من الاخير صارت عندي ظروف خلتني حتى القناة هملتها. فمناسبة هذا التحديث الجديد، فشفت يعني يستحق أصور وأسوي له فد حلقة ونشرح عنه. طبعا هنا أنا بس ما تشوفون انطونا قطع جدار جديدة، انطونا 25 قطعة جدار. هذا نفس ما تشوفون نزلتهم قدامكم. وهنا حطيت فد 11 قطعة و10 قطع، ومسويهن من ليفل 1 إلى ليفل 11 أريد أسويهن، أو ليفل 10 بس ما تشوفوهن. أما الدفاع الجديد شباب، هذا برج القنابل نفس ما تلاحظون. هاي صورته هنا. هذا البرج شغله هو أهم على الدفاع. سعره ينزل ليفل 1 مليونين، و4 أيام طبعا المدة مالته. وهذا البرج حال الدفاعات الباقية، أهم يضرب على الجيش اللي تقدم عليه، وتكون ضربة الدمج مالته يجمع مجموعة، وإذا تفلش راح تطلع بمكان قنبلة كبيرة راح تمسح الجيش الموجود اليمه. وإذا كان الجيش يعني قوي راح تسوي من عنده ضرر، يعني تشيل من عنده دم هواي، فالضرر قوي يصير عليه. طبعا هنا هاي نفس ما تشوفون الحزمة مال قاعة المدينة 11. هاي كانت هنا ب10 دولارات، وينطوك برجين تنزلهن ليفل 2 منقاحن بدون أي وقت وبدون فلوس. يصير صار مستوى 2 و1200 جوهرة. بس انا من نزلتن اختلفت الحزمة، صارت 15 مليون ذهب و15 مليون اكسير و2500 جوهرة ب20 دولار. طبعا شغلات اللعبة اللي تغيرت عندكم التجنيد الوقت مال الجيش كله تغير. يعني شلون؟ يعني هسه عندكم مصانع الجيش. هذا عندكم طبعا نفس ما تشوفون صارت كلها مال ثكنة واحدة، كل الجيش قدامك مثل مال التطوير، بس انما هنا تصنع اللي تريده واللي يعجبك. اما الجيش اللي عليه لون احمر شفاف، هذا الجيش مفول. انت عندك المساحة، وهذا الجيش للهجمة تجي حتى يبينوا لك. عندكم الوقت مال الجيش كلش قللوه. يعني عندكم هذا البربري هسه وقت التدريب مالته مو كان 20 ثانية 5 ثواني بس. يعني مو معناته انت يعني انا اقول لكم شباب، يعني انت عندك هسه هذا الحفار وقت التدريب دقيقتين. اذا فاتح الحفار بكل الثقلات راح يقل وقت التدريب، يصير احتمال حتى نص دقيقة او ربع دقيقة. كل ما تطور ثقلة تفتح بيها حفار راح الحفار يقل وقته مال التصنيع. ومن تصنع كلهن يشتغلن بس واحد يطلع الجيش، ولذلك هم قللوا وقت الجيش وسووا في الشغلات مو زينة ما عجبتني، مثل التسريع. يعني انت اذا تريد تسرع بس بيت واحد راح تضطر ب30 جوهرة تسرح كل البيوت وتصنع من بيت واحد. هاي في الشغلة يعني ما عجبتني. كذلك مال مال التعويذات، هاي الخباطة نفس ما تشوفونها مال مصنع السحر. اذا تريد اذا تريد السرعة لازم تسرع وياها. هاي الثانية مال النفط. عندكم الوجه مال العامل نفس ما تشوفونه متغير، والملوك الصورة مالتهم متغيرة نفس ما تشوفونها. الملك والملكة متغيرة، والأمير أعتقد هم متغير نفس ما تشوفونه. الأمير نفسه نومتهم من ينامون نفس ما تلاحظون صار شوية. يعني الملكة مدنية عن القاعدة مالتها الملك يعني. وهواي يعني شغلات اختلفت. عندكم ليفلات جديدة للأكسبو، صارت ليفل 5 الماكس، والتسلا ليفل 9 الماكس. وعندكم بعد الهاون المورتر، يعني هو من طوروا ليفل 9 قلنا ها هي ويا البيت 11 بس ما قعدوا راحوا طوروا الليفل 10. هذا نفس ما تشوفون قدامكم 9 ملايين 12 يوم يلا يكمل. بعد هواي يعني شغلات ضافوا. هسه اللي هنا شباب طبعا
راح اشتري هاي الصفقة قدامكم نفس ما تشوفون، اللي هي 15 مليون ب 15 مليون و2500 جوهرة. بس قبل لا نشتري خلي نصرف الموارد اللي عندنا. نصرف الاكسير هنا على الجدار، والذهب على الجدار نفس ما تشوفون. هسه هنا راح نشتري قدامكم الصفقة هاي، يعني اشتريت لها كارت طبعا مثل ما تشوفون. هسه حاليا هنا أنا راح العفو كلمة السر غلط، نعيدها، ويا ريتها قبل كم يوم ونسيتها، يعني اشتبهت بيها. نفس ما تشوفون هسه راح اكتمل الدفع، راح يطق عدة جواهر والموارد. شوفوا يعني فد شي رهيب، 15 مليون اكسير و15 مليون ذهب و2500 جوهرة، يعني فد شي رهيب. الموارد فولت يا رباه، الموارد اول مرة هيك تفول، يعني 15 مليون حتى مكسور، الخزينة مكسورة فوق يعني ما اعرف وين راحت هاي ال5 ملايين الزيادة. راح العرض بعد هو مرة واحدة. هسه شو نسوي بيه؟ خلنا نطور الساحر لو البالون، لو ما اعرف شطور. راح نطور الساحر ليفل 7 ب8,500,000، 14 يوم الوقت مالته. طورنا الساحر ليفل 7. عندنا بعد الامير نقدر نطور الليفل 8، بس انا عندي حرب بعدها 15 ساعة والامير يطول 3 ايام ونص. والله بصراحة ناوي اطوره انا، بس الحرب يعني من وراء الحرب راح ما اطوره. عندنا التطويرات، الدفاعات، طور الهاون، هن اثنيناتهن راح انا اطورهن اول وتالي حتى لو ينقص شوية فلوس. فخلنا نطور التسلا مثل ما تشوفونها، والهاون عايزلنا بعد فد مليونين، اقل من مليونين. فهنا عندنا وعندنا. اوكي شباب، اللي هنا وصلت وياكم لنهاية الحلقة، اتمنى عجبتكم، واعذرونا عن التقصير وعن يعني مثل ما يقولون سحبت بالقناة على قولة الخليجيين، فشوي انسحبت فترة عن القناة تركتها. ان شاء الله مستمر وياكم، ما اسحب عليها. وهذا يا شباب، وصلنا إلى نهاية الحلقة، تحياتي لكم.